في سنة 1935 راجل دخل فندق باسم مزيف، وبعد أقل من 24 ساعة بقى واحد من أغرب ألغاز القتل في أمريكا. في سنة 1935 دخل شاب عمره حوالي 30 سنة فندق اسمه هوتيل بريزيدنت في أمريكا. كان هادي جدا زيادة عن اللزوم. وقف قدام موظف الاستقبال وقال إن اسمه رولاند أوين. الاسم كان طبيعي، لكن الراجل نفسه ما كانش طبيعي. ما كانش معاه شنطة تقريبا، ولا هدوم زيادة، ولا أي أوراق شخصية حقيقية. الأغرب إنه طلب أوضة داخلية ما يدخلهاش الشمس. خد الغرفة رقم 1046 وطلع. أول حاجة غريبة، بعد ساعات موظفة التنظيف خبطت على الباب عشان ترتب الأوضة. سمعت صوته من جوه. ادخلي، الباب مفتوح. لما دخلت اتصدمت. الأوضة كانت ضلمة بالكامل، الستاير مقفولة رغم إن الوقت ساعة الظهر. الراجل كان قاعد على السرير ساكت، مركز في الحيطة، استنى أي حاجة. الموظفة لاحظت إن ما عندوش أي متعلقات تقريبا، هي بس فرشة السنان والمعجون وإزازة صغننة. قبل ما تمشي سألها: أنت هترجعي تاني؟ الطريقة اللي قال بها السؤال خوفتها. مكالمات غريبة طول اليوم. موظفين الفندق لاحظوا إن الأوضة بيجيلها اتصالات كتير، كل مرة بيرد بسرعة وبيتكلم بصوت واطي جدا. وفي مرة واحد من العمال عدى من جنب الباب وسمع بيقول: لا لا، أنا عملت اللي طلبتوه. وبعدين سكت خالص. الليلة الأخيرة الساعة قربت من 11 بالليل. واحدة من الناس اللي شغالين في الفندق سمعت صوت خناقة مكتومة طالعة من الأوضة 1046، لكن بعدها مباشرة هدوء. بعد منتصف الليل بوقت قصير الجيران سمعوا صوت صرخة مفاجأة. موظف الأمن طلع بسرعة، خبط على الباب، ومن جوه سمع نفس الصوت الهادي: أنا كويس ما تقلقوش. لكن كان في حاجة غلط، الصوت كان متقطع كأن الراجل بيتكلم بالعافية. اكتشاف الجريمة تاني يوم الصبح. اللي دخلت تنظف الأوضة أول ما فتحت الباب اتجمدت مكانها. الأوضة كانت غارقة في فوضى عارمة، الحيطان عليها دم، المراية مكسورة، الراجل مرمي على الأرض شبه الميت، كأنه متعذب بطريقة وحشية. في ضربات على جسمه وطعنات وأثر خنق، ومع ذلك كان لسه بيتنفس. أغرب لحظة، الشرطة وصلت بالفور، ولما سألوه مين اللي عمل في كده بص لهم بهدوء وقال: محدش. الضابط افتكر انه بيحمي حد فسأله: ايه اسمك الحقيقي؟ لكن الراجل تجاهل السؤال، وبعد ساعات مات. بداية اللغز الحقيقي، الشرطة بدأت تدور ورا رولاند أوين، لكن المفاجأة الاسم مزيف، العنوان مزيف، وحتى التوقيع مزيف. كان الشخص ده ما كانش موجود أصلا. كل اللي عرفوه ان في ناس كتيرة بتراقبه قبل موته، وشهود قالوا ان هم شافوه مع راجل مجهول قبل الجريمة بساعات، لابس اسود ومحدش عرف هويته خالص. النهاية المرعبة، بعد ايام من القضية جات للفندق مكالمة غريبة. المتصل سأل: هل رولاند اوين مات؟ ولما الموظف سأله مين معاه قفل الخط فورا. بعدها بسنتين الشرطة اكتشفت ان اسمه الحقيقي غالبا كان ارتيميس اوليجارتي. لكن حتى بعد معرفة اسمه اللغز ما اتحلش. مين كان بيطارده؟ مين قتله؟ وليه كان خايف بالشكل ده؟